ايه الحيوان ده؟ ما بيعرفش يسوق ده ولا ايه؟ بقاء لله يا ريس. تمام يا حبيبي، تسلم ايدك. انا عاوزك بس تتاكد ان هم ماتوا كلهم، احسن الجماعه دول عاملين زي القطط ب7 ارواح. فارس يا ابني يا ابني معلش يا ابني يا ابني يا عمي يا ابني قلتوا ايه؟ قلت يفتح الله يا متولي. بس استنى يا هاشم لما نسمعه. بعد اذنك يا هاشم بيه، خليه يكمل النهايه نسمع هيقولوا ايه. قول يا متولي قول، بس انت عارف بتقول ايه؟ انا مش فاهم انتم مكبرين الموضوع كده ليه؟ زين مش ربنا يعني، لا مؤاخذه. عجبكم اللي هو عامله فينا ده؟ انا مش عارف ابيع حته سلاح محترمه، وبعد كل ده بيعاملنا وبيتحكم فينا زي ما نكون صبيانه. وانت عايز تبيع سلاح تقل لمين يا متولي؟ للي يدفع. انا مستعد اتعامل مع الشيطان ذات نفسه. بس احنا كنا متفقين في الاول، والعقد شريعه للمتعاقدين. حرام ده كده، حتى ربنا يحاسبنا على النعمه اللي احنا بنرفضها برجلينا. الناس كلها عماله تشتغل وتشتري وتبيع، تهريب وانفاق. وعشان ايه ده كله؟ عشان احنا بينا اتفاق، واحنا مش عيال، او على الاقل انا مش عيل. يلا فارس مش قادر. بسرعة، معلش معلش خليك معايا شوية. استحمل استحمل يا فارس، استحمل. اطلع. هو انت فاكر ان انا لو كنت عايز اموت زين ما كنتش موتته من 20 سنة؟ انا مش مبسوط ان هو متحكم في السوق، لا انا مش مبسوط. بس وجود زين عامل توازن. زين شايل عننا بلاوي. زين لو مات هتتفتح نار ما حدش هيعرف يقف قصادها. اتفرجوا على السوق لو زين مات. الناس اللي بره عاوزينه والناس اللي جوه راضيين عنه. انا من راي سيادتك يا هاشم بيه. انا حاسس ان الخلاف بينك وبين زينب متولي بصراحه ربنا كده، حاسس ان ملوش علاقه بالشغل. ما تجيب من الاخر. انا مفيش اي حاجه ما بيني وما بينه غير الشغل. وبعدين عيب الكلام اللي انت بتقوله ده، ولا انت ايه رايك يا جلال بيه؟ انا قلت اللي عندي، واللي حضر العفريت يستحمل اذاه. جاي معايا يا سيف؟ جاي معاك طبعا يا هاشم باشا. ده شيطان ودخل ما بيننا، استغفر الله العظيم. بس بعون الله هنخلص على الشيطان. انت مش بدأت؟ خلاص ما فيهاش تراجع، خلصت. ياسمين اختي ايه الطعامه بتاعت العيله كلها. صالح حكى لي عنك كتير على فكره. والله. هتعمل بقى فيها وكيل نيابه وتقول لك قال لك ايه وامتى وفين وازاي وكان لابس ايه. لا 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 على فكره خالص مش فارق معايا اصلا قال لك ايه عني. المهم بقى انت هتقول لنا ايه عنها. طبعا هيجي يقول لنا حب عمري واجمل بنت شفتها في حياتي، اللي بتقوله يعني العادي على اي واحده بتجيبها لنا. ايه يا ياسمين اللي انت بتقوليه ده؟ على فكره بتكذب عليكي والله. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ياسمين؟ في ايه؟ على فكره يا ايه، ياسمين بتكذب عليكي.
صالح عمره ما جاب بنت البيت. العقله بتاعت العيله. هو على طول كان بيخلينا نقابلهم بره. الهبله بتاعت العيله. اقسم بالله انت شكلكم عايزين علقه من بتوع زمان. شكلك انت اللي عايز علقه من بتوع زمان. صح، فكروا يا زكريا ده نسي نفسه. مش كده؟ طبعا. طب بقول لكم ايه بقى؟ تيجوا نخش جوه نشوف مين اللي هيضرب مين. صح. والله انت بتقول كلام مش شديد. صح؟ نخش جوه صح؟ يلا يلا. حلفك بالغالي. ايه؟ ايوه عندي غاليين كتير يا زكريا. ده العشرة. وحشتني لمتهم. البضاعة دي في خلال 10 دقايق متخزنة في المخزن، مش عايز أي ملاحظة على أي حاجة. يلا اتفضلوا. واضح إنهم كتير قوي يا يوسف. إحنا مش هينفع نعمل العملية دي لوحدينا. ما هو ده اللي مأكد لي إن في بلاوي جوه، وبعدين دي فرصة عمرنا يا أكرم. أكيد مش تيجي دلوقتي وتبيعني يعني. أنا مش ببيعك، بس إحنا بالمنظر ده مش هنعرف نعمل حاجة. دول لو تجار سلاح فعلا مش هيسلموها بالساهل. إحنا ديتنا طلقتين ومحدش هيعرف عننا حاجة. اسمع الكلام. بقول لك إيه، البضاعة هتيجي دلوقتي هيتلخموا فيها. هيشوفونا بالمسدسات والقوة اللي معانا هيتهدوا. وافرض ما تهدوش بقى؟ سيبها لله. انا هتصرف. يبقى طمني بس اول ما عربيتكم مخازن. سلام. ايه القمر ده؟ اهلا ايه القمر ده؟ يلا بقى ناخد سيلفي. يلا خش يا حبيبتي بالسلامه عشان تاخدي الهديه بتاعتك. سليم قتل الرجاله وهرب. كنت متأكد إنه كل ده هيحصل. هاشم وسيف كان عندهم حق. المهم دلوقتي حالا تلغي أي حاجة تانية. ما ينفعش نلغي. سليم في داهيه. المهم عندي زين. سليم ده هنبقى نفوق له بعدين. المهم انت معايا للاخر ولا لا يا جلال؟ معاك. على بركه الله.